النحافة ومشكلة النحافة في رمضان. كتير جدا من الناس بتيجي تقول لك يا باشا انا عايز حلول لمشكلة النحافة في رمضان، احنا صايمين وبالبلدي كده اكلنا قليل وبنحاول نواجه مشكله النحافه دي في رمضان. حاجه اقول لك صدقني يا صديقي كل حاجه ليها حلول، بس اول هام حدد الجول معايا بشكل كويس. في رمضان خلي هدفك ان تعدي الشهر ده باقل خسائر، بلاش اقول لك مكتسبات كتير، بس على الاقل يكون الخسائر محدوده وانك قادر تعدي الشهر ده بشكل كويس عشان تقدر تجين اب تاني بعد فتره رمضان. تعال نعمل ايه مع بعض. اول هام لازم تبقى مركز جدا في كميات النشويات اللي بتاخدها في الوجبات بتاعتك. احنا بنتكلم احنا بناكل تقريبا من الساعه 6 وربع لحد الساعه تقريبا قول الساعه 4 او 3 وشويه، تمام؟ فانت معاك حوالي 9 ساعات، التسع ساعات دول منسق انك تدخل فيهم من 3 الى 4 وجبات، واربع وجبات ممكن يبقوا صعبين شويه، فخلينا نتكلم على الثلاث وجبات الاول. اول هام حاول تبعد عن الحاجات السائله كتير في الاكل. قول لي ليه؟ عشان ما تملاش بطنك بالسوائل وتبدا تقول انا شبعان ومش قادر ازود من الاكل بتاعي او قادر اخد السعرات بتاعتي. اهتم جدا بالفود ميكسنج. يعني ايه الفود ميكسنج؟ يعني مزج الطعام. يعني ما تجيش تقول انا هاكل رز لوحده ومثلا بطاطس لوحده ومثلا ملوخيه لوحدها، لا انا عايزك تميكس الفود مع بعضه، لان هي المعلقه الواحده تبقى فيري ريتش، تبقى غنيه جدا بالسعرات. يعني مفيش اي حاجه تمنع ان احنا نعمل البطاطس عليها رز، او رز يعني ممزوج بالبطاطس، تعمل صينيه بطاطس، صينيه البطاطس دي تحط منها على الرز، وبالتالي يبقى انت بتاكل المعلقه فيها رز وبطاطس، يبقى فيها مثلا رز وملوخيه، يبقى فيه رز وفاصوليا بيضاء او لوبيا بينز، ان انت تبقى بتزود القيمه السعريه للاكل نفسه بالفود ميكسنج، مش قاعد تاكل طبق والطبق الثاني، فبالتالي يبقى كميات اكل كبيره قصادك وتزهق. ركز جدا في كميات البروتين، لانها من الحاجات البنائيه المهمه جدا لاي واحد بيفكر ان هو يحافظ على حجم عضلاته وحجمه هو كمان في رمضان. زي ما قلت لك استغل الفواكه، استخدام الفواكه، ومش عايز اقول لك، مش هقول لك ما تبعدش عن الحلويات، بس ما تفرطش فيها، لان احنا برضو مش بنظريه ان احنا اوفر ويت، بنظريه خالتي وخالتك. احنا مش جايين ناكل مفتقه وعجوه وحلاوه وكيكه وطرط وبسبوسه وكنافه، انا جاي اقول لك حاجه اسمها هيلثي ويت جين. وبالتالي لازم تهتم جدا انك تبدا تدخل زي ما قلت لك سعرات صحيه. اهتم بانك تعمل في وسط اليوم كده شيك لطيف جدا، انا بسميه مع العملاء بتاعتي كاس العذاب. هات الشوفان مع لبن مع واي بروتين وفاكهه ومكسرات وبلندر يا دولي، وشوف بقى النتيجه بتاعته، طعمه رائع جدا وغني جدا بالسعرات. ممكن تعمل وجبه تانية غنيه في السحور يكون فيها العيش. الخبز عنصر مهم جدا الناس اللي بتفكر تجين ويت في رمضان. ما ينفعش تيجي تقول اصل انا هاكل والله بيضه مع معلقه جبنه وانسى الكلام الفاضي ده. زي ما قلت لك داني افكر في مين؟ الفود ميكسنج. الجرانولا حطها على الزبادي، ضيف عليها مكسرات، حط عليها عسل، حط عليها بذور شيا، فتبدا الفود ميكسنج ده يزود القيمه السعريه للمنتج، وفي نفس الوقت هي جاست انها عدد معالق مش كتير. استخدم الزبده في طهي الطعام، حضر الفراخ مشويه بزبده او سمنه بلدي، حاجه هيلثي فات. استخدم الدسم الجيد في الطعام، زيت الزيتون ضيفه على الجبن، ضيفه على السلطات، ضيفه على الفول، تمام؟ تقدر تستخدم الفول باكتر من طريقه، فول بالزبده زي ما قلت لك، فول بالسمنه، فول اسكندراني عليه اضافات من التوابل، فول بالسجق ده هاي بروتين شويه. استخدم الميكسنج بتاع المكرونه والاضافات، فكره الطواجن. يعني انت ما تجيش تقول اصل انا هاكل مكرونه وفراخ، لا يا صديقي، استخدم مكرونه بالفراخ، مكرونه باللحمه اللي هي لحمه مفرومه ودي كلنا اكلناها كتير، مكرونه بالسي فود، مكرونه بكذا 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 بكذا. فتلاقيك انت على مدار اليوم قادر تنسق وتدخل كميات سعرات جيده رغم قصر فتره الاطعام اللي هي من 9 زي ما قلنا ل 3 4، وتقدر تحافظ على نفسك وتقدر تحافظ على وزنك، ويا ريت كمان تقدر ايه تكتسب وزن في فتره رمضان وفي الصيام. كل سنه وانتم طيبين.